طيب انت ساعتها كان قدامك زي ما قلت لي، مش كان عندك اختيار ان انت تسافر؟ تمام. امم. سواء منحة لدراسة اللغة، ومنحة لدراسة الترجمة، صحيح. وعندك ان انت تكمل تشتغل هنا في مصر عادي. امم. تمام. وممكن عندك اختيار ان انت تسافر تشتغل بره، ده بعد سنة من التخرج. صح. ليه؟ إيه الاختيار اللي انت اخترته؟ ولو رجعنا بالزمن بعد خبرة تقريبا دلوقتي 5 سنين اهو، هل الاختيار ده كان صح ولا لا كان في اختيار تاني افضل؟ بصراحة لو الوقت رجع انا هختار الاختيار اللي انا اخترته بصراحة. امم. الحمد لله، لان انا حاسس ان انا الحمد لله ربنا وفقني في الاختيار ده. لان كانت فكرة المنحة او الدراسة بشكل عام، ما كانتش حاجة يعني هتضيف قوي في الوقت ده. فانا كنت عايز حاجة تضيف ماديا وخبرة كمان. فكان طبعا الشغل هو الخيار الافضل بالنسبه لي. ولما قلنا الشغل في مصر زي ما كنا بنتكلم، وانت المثال الجميل اللي انت قلته بتاع طبق الكشري ده، ايوه. احنا في مصر شاطرين قوي بصراحه. الناس بتتكلم في مصر، بتتكلم صيني في مصر حلوين قوي وشاطرين قوي. كتير قوي. كتير قوي. جميل جميل جميل. بس انا ساعتها شفت ان انا بالامكانيات اللي عندي انا ممكن اضيف اكتر بره. حلو. تمام. وقد كانت يعني انا ساعتها سعيت ان انا كنت بدور على شغل في الكويت، في السعوديه، في الامارات. وبعد مثلا شهرين ولا حاجه جات لي الفرصه من المكان اللي انا ما كنتش عامل حسابه. امم. جميل. تمام. منين بقى؟ انا كنت نايم في يوم من الايام كده، فلقيت واحد صاحبنا الله يمسيه بالخير محمد بيومي، هو محامي في ابو ظبي، حد من اللي عشت معاه فتره الجامعه يعني. ايوه. بيكلمني بيقول لي في واحده صينيه داخله علينا مش عارفين نكلمها. تمام. هي بتتكلم انجلش وحش قوي ومش عارفين نكلمها. ساعتها ما كنتش لسه صحيت من النوم. طب اهدى يا ابني، طب فهمني، طب انتوا بتعملوا ايه؟ مفيش بقى اي حاجه. اه. يلا افتح الموضوع زوم على بيقلط طول. كده. افتح زوم على طول، والله العظيم ما غسلت وشي ساعتها. تمام. وانا كنت بخدمه، هو حبيبي قوي الله يمسيه ايوه. بالخير. فبتاع ده الست بقى انت عارف يعني، بعد ما خلصنا وحلينا المشكله وكده، 你说中文说的很好，你必须 آه. 来迪拜跟我工作。يا ستي اجي مش عارف دبي. ايه حاجه كده. زي دبي. الكلام ده بقى بعدها بفتره يعني حلينا الموقف ده وهي قالت الكلمتين دول. وبعدين هي دورت على الويت شات بتاعي وتواصلت معايا وقالت لي انت لازم تيجي تشتغل معايا. حلو. تمام. وحتى كلمت محامي ساعتها، انا كنت ساعتها ما اعرفش حتى الفيزا بتاعت الامارات دي بتعمل ازاي يعني ايوه. بصراحه. كلمت هي محامي وخليته يعمل لي الفيزا. حلو. فلما رحت اشتغلت معاها شويه، بس حسيت ان سافرت اشتغلت في الامارات. سافرت على خلينا طول. نحط نقطة هنا معينة، رغم ان امم. هي تبان ان هي جت شغل صدفة، لكن في الواقع انا لا، كنت انت بسعى طبعا، سعيد. طبعا كنت بسعى. انت فكرت في صح الاول صح بين الاختيارات المتاحة، صح. وشفت ايه الانسب ليك انت، مش امم. لازم يكون الاصح، بس ايه الانسب ليك انت. أمم. وابتديت تدور في كذا دولة. صحيح. حاولت تبعت السيفيهات، اكيد سالت زمايلك اللي امم. شغالين بره، امم. سالت زمايلك القدام، سالت مثلا شركات، دورت على موقع صينية، فانت سعيد. صحيح طبعا توفيق جالك طبعا. من حتة تانية، من لكن حته انا مش عامل حسابي فيها السبب بصراحه. فين؟ انت سعيد اه. هنا، ربنا وفقك بقى بطريقة سهلة جدا خالص وانت قاعد مستني. صحيح فدي كده كانت بداية السفر صحيح. للامارات. بس بصراحة، عشان برضه أكملك الصورة دي، الشغل اللي اشتغلت فيه في دبي أول 6 شهور كان الشغل اللي أنا دورت عليه ولقيته. حلو. الفيزا كانت اتبعتت لي زي ما قلت لك من الموقف اللي هو إيه حصل بالصدفة ده. ايوه. بس في الآخر أنا كنت مسافر من هنا على شغل، كنت عملت 3 انترفيوز مثلا. حلو. عديت فيهم مع شركة، كانت شركة تجارة عامة كانوا بيتاجروا في اللابتوبس. وبدأت أشتغل معاهم. حلو. لأن أنا لما رحت في دبي. دبي، لما رحت دبي كانت الست اللي بكلمك عنها دي كان شغلها مش مظبوط قوي. امم. اوكي. فبصراحة لا لما يعني ما روحت بحبش اكتشفت ان اغامر في الدنيا الحاجات دي. اه. لا، خليني في النظيف احسن. بالظبط بالظبط طب طبعا. الحته دي طبعا. مهمه قوي بقى، عشان اه. دلوقتي المجال بتاع الصيني فيه في وجع بطن قوي بصراحة. في مشاكل كتير قوي في الحته دي. اه. انا مثلا ممكن اشتغل مع ناس من دي وانا اتش ار، يا عم انا ماليش مثلا. دعوه، او انا لا مترجم. لا ابدا ما ليه؟ ينفعش. رايك ايه انت في النقطه ما دي؟ ينفعش ما ينفعش لان ب... طبعا انت وانت بتختار شغل انت بتبص لكذا حاجه. هل مم. اللي بيحصل ده يعني حلال اول حاجه ولا حلال حرام؟ ولا حرام؟ ده اول حاجه، ده اول حاجه بصراحه. ثانيا، في حاجات مثلا بتبقى ايه، انت ما بتشاركش في الحرام، بس تعرف ان اللي بيحصل ده غلط. ايوه. وانت عارف ان وجودك في المكان ده غلط. امم. تمام. هل المكان ده بقى بيضيف لك؟ ايه خطوره اللي بيحصل ده؟ هيدمر مستقبلك. مثلا ناس فاهم، في كتير اتقبض تكه كده. عليها. في تكه كده. ربنا ستر، اه. بس ناس كتير اتقبض عليها تكه. ومترجمين صين. تكه وما كانوش بيعملوا بالظبط. حاجه. هو ممكن ملوش يكونوا ما بيعملوش دعوه، حاجه. ايوه، هو مترجم في الاخر. طب ما الشرطه اللي هتقبض عليك بقى، ان كان بقى في الامارات ولا في اي دوله تانية، مثلا انا انت مش موجود هتفرق، في انت مكان موجود. كله مم. شركات نصب. صحيح ايا كان صحيح بقى نوع النصب ده، قمار بقى او نصب، ايا كانت الطريقه. صحيح. فنحاول يعني ننصح الناس ان هي تتجنب
الطريق ده لان هو طريق خساره. حتى لو كان في مرتبات فلكيه، اه حتى لو جم قالوا لك هنديك في الشهر $5000. وهم برضو اصلا يعني ما بيدوش حتى.